السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم شباكية اقتصادية بلا دليك بلا عوين، وتجي صراحة شيشة ولذيذة بزاف. بسم الله، نبداو بالمقادير. انايا في واحد الكاسرونة ندير واحد الكاس ديال ماء الزهر مع واحد ربيع كاس، واحد 2 معالق ديال الخل. نزيدو معاهم واحد نص كاس مكملش نص كاس ديال الماء، تقريبا ثلث ديال الكاس. صاي تنزيد معاهم ملون غذائي، تنديرهم يسخنوا شويه لان الجو بارد بزاف. هنايا تناخدو كيلو ديال الدقيق، تنزيدو معاه واحد زليفه ولا كاس ديال العنبه ديال الجنجلان مدقوق مزيان، وهنايا واحد معلقه ديال النافع تكون حتى هي مدقوقه ومغربله، كلشي يكون مغربل مزيان. هنايا واحد المعلقه ديال القرفه حتى هي تكون مدقوقه مزيان ومغربله باش ما تتقطعش العجينه من بعد. هنايا واحد الراس ديال المعلقه ديال خميره د الخبز، الا تستعمل خميره حبوب يستعمل خميره حبوب، انا تنستعمل خميره معجونه، درت خميره معجونه. هنايا واحد الخماره ديال الحلوى فئه 8 غرام، كنديروها باش تعطينا الهشاشه ديال تجي هشيشه معانا. صافي من بعد ما تندمجو دوك المكونات كاملين، تنزيدو واحد كاس لاروب ديال الزبده مذوبه مزيان حتى تيحيد منا الماء ديالها، وواحد الكاس معمر ديال الزيت المائده. صافي تنبسبسوهم مزيان. هنا تنجيبو داك الخليط من بعد ما دفيناه، وهنايا واحد شويه ديال المليحه باش يذوب لينا مع داك الماء. صافي تنبقاو نخلطوه بشويه بشويه، تنزيدو شويه بشويه، يعني العجينه خاصها تكون قاصحه معانا. صافي ما تندلكوها ما والو، غير تنجمعوها بحال هكايا، تنقسموها وتنديروها في واحد البلاستيكه ونخليوها تطلق معنا. من بعد ما طلقت معنا شويه، من بعد ما ارتاحت تنجيو تنطلقوها على هذا الشكل هذايا. صافي هنا تنطويوها بالشباكيه ديالنا، تجينا مشعبه وتجينا على شكل طبقات يعني باش تجي. صافي تنحتفظوا بها في بلاستيكه، تنديروا كاع داك الكرات ديالنا تنكملوهم بنفس الطريقه. صافي ملي تنكملوه بنفس الطريقه تنخليهم يرتاحوا ويعاودوا واحد شويه صافي شويه. صافي هنا تنبداو نجبدوهم بلاستيك وتنسرحوهم. هنايا تنقسموهم لانه كرات كبارين، تنقسموهم وتنعاودو نديروهم في بلاستيكه. يعني البلاستيكه دائما تنخدموا بها باش يعني العجينه ما تديرش لنا ديك القشره ديالها. صافي تنبداو نسرحو وحده بوحده، تنطلقوها مزيان وتنقطعو يعني كل واحد والقطعه اللي تيستعمل. انا كنت صراحه شريت هاد اللي تدور، ولكن سقات لي ماشي زوينه، ما تتقطعليش مزيان. يعني اضطريت انني نستعمل هذه اللي كانوا يعني عطاوها، يعني كنت شريت المقله ديال البغرير عطاوها لي كادو، يعني نفعتني استعملتها، هي اللي قطعت بها. صافي هنايا الطريقه ديال التشباك ساهله بزاف. تنشدو دوك الجوج الاولين تنديرهم على الجوج الثانيين، وديك الاخرى تنجيبوها عند الاولين
يعني هاديك الاخرى فاش نقلبوها تنجمعو ليها الطرف ديالها. صافي فحال هكايا هي وريضة ديالنا. يعني هادي يعني من الطرق اللي سهلة بزاف. انا نعاودها معاكم هكا. تنديرو جوج الاولين على جوج الاخرين. انا غادي نخليكم باش يبان لكم مزيان. هادي تنرجعو هكا. صافي هادوك الطرف هما اللي تنجمعوهم. صافي تنديرو الصبيع ديالنا تمايا تنقلبوه وتنجرو شي شويه. وهي الوريضه ديالنا واجده. صافي تنستمرو بحال هكا حتى تنساليو. تنخليو الشباكيه ديالنا حتى تنشف لينا مزيان. تنمشيو تنسخنو مقيله فيها الزيت. يعني الزيت ما نخليوهاش تسخن اكثر من القياس وما نخليوهاش بارده. الا بقات بارده العجينه غادي تقطع معنا الشباكيه في وسط الزيت. وإلا سخناها بزاف عاود غادي تخطف معنا الشباكيه، طيب من الفوق ومن الداخل تبقى يعني ما طيباش تبقى خضرا. داكشي علاش يعني يلا تيبان لينا الزيت بدا تيتحرك صافي تنبداو نقليو فيه. صافي تنستفو الشباكيه ديالنا في هاد الزويته هادي. وحنا تنكونو موجدين العسل ديالنا اللي وجدته معاكم تا هويا ان شاء الله هو غادي نحطو لكم في القناه. تنوجدو العسيله ديالنا سميتو بالصفايه ديالها. وتنوجدو الشبيكه حدا فين غادي نديرو الشباكيه ديالنا تزيد يعني تقطر من داك العسل اللي تيكون زايد فيها. هاد الشباكيه البنات اقتصاديه وتجي سهله. يعني اي توجد لوليداتها تنبغيو نشريو شباكيه يعني ولفناها يعني في رمضان تكون موجوده في اي طابله مغرب. في اغلب يعني طابله مغربيه تكون فيها شباكيه. علاش ما نوجدوهاش حنا في الدار ديالنا وليداتنا ونعرفوا شنو تنعطيوهم. و يعني صحيه. نقولوش صحيه 100% يعني الزيوت وهادشي هذا، ولكن يعني عارفين حنا شنو مصوبين عندنا في الدار. صافي هنا تنبدا نصفيها من ديك الزويته ديالها اللي تتبقى فيها. تنصفيوها مزيان وصافي تنحطوها هنايا في العسل ديالها باش تشرب لينا داك العسل. هنا العسل باقي بارد يعني الشباكيه مازال تتبقى من الفوق. يعني ضروري خصنا حنايا نهبطوه شويه داك العسيله. صافي من بعد ما تنصفيوها هنايا تنستمرو حتى تنكملو الكميه كامله اللي عندنا. وهي الشباكيه ديالنا جاهزه. تنديرو عليها شويه ديال الزنجلان. اللي تبغي الزنجلان تكتر، اللي يعني ما تبغيش بزاف شويه وصافي. هاهي الشباكيه ديالنا جات ساهله يعني ما تتاخدش الوقت بزاف واقتصاديه في المقادير ديالها وتجي شيشه وبنينه.
هذا هو الأهم. وبالصحة والراحة، وتهلاو في راسكم.